صباح السكر، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى الرمان وجماله بقى، الرمان الكهرمان. ولو لونه بقى كمان باهت ومش حلو معاكي وطعمه مش قوي، هقولك تعمليه ازاي. السر كله في المعلقة او في نص الكوباية اللي انتوا شفتوها دي. كملوا معايا الفيديو للاخر، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين معايا، انا هقطع الرمان الاول. هقطعه معاكم النهاردة بطريقتين مختلفين جدا عن بعض، بس سهلين قوي. يلا بينا نشوف. قطعنا البرتقانة، بصوا اللون يا جماعة، برتقانة. انا خرفت. الرمانة يا جماعة، بصوا اللون. بصوا كان طعمها حلو جدا. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، انا اول حاجة رحت جاية قطعاها من فوق. تمام كده. قطعت العنق اللي هو من فوق. وهروح جاية مشرحاها كده حوالي 4 أو 5 تشريحات. بس مش هوصل للآخر. خليكوا بس معايا كده واحدة واحدة وشوفوا أنا بعمل إيه، عشان تقدروا تفهموا الطريقة إزاي. طبعا أنا كنت بقطعها في الأنتريه، فزي ما انتوا شايفين كده جوزي كان قاعد جنبي، فكانت أي رماناية كده تطير مني كان ياخدها ياكلها. تمام. فانا بعد ما شرحتها بقى كده هروح جايه فتحاها شبه الورده. بس انا بحاول ان انا يعني اعمل فيها شرايح قريبه، بحيث ان هي تبقى سهله جدا معايا في التقشير. وكمان لما اجي هنخبط عليها دلوقتي. افتحوها بقى كده زي الورده، بصوا. هتبقى معاكم سهله جدا. بصوا اللون، بصوا يا نهار ابيض تحفه، انا بحب الرمان جدا. شيلوا بقى العنق اللي انا وريته لكم ده، بتاع الابيض ده. وبعدين هاتوا بقى شاكوش، هاتوا معانا شاكوش. هاتوا معاكم اللي هو المدق بتاع البفتيك ده. انا كان عندي المدق البفتيك. وجبت معايا طبق كده غويط شويه. وهروح جايبه المدق ورحت جايه دق عليه كده على الرمانه زي ما انتم شايفين معايا. اقلبوا بقى الرمانه كده على ظهرها وروحوا جايين مخبطين، افضلوا خبطوا بقى، طلعوا كل الضغط اللي جواكوا. والطاقه الوحشه كده اللي جواكوا، الحاجات اللي مضايقاكوا، وخبطوا في الرمانه. بصوا بقى. ما كانتش فيها ولا واحده. كان فيها بعض حاجات صغيره قوي كده، رحت جايه شايلاها. طريقة سهلة جدا. معتمداها بصراحة من السنة اللي فاتت وانا بقشر الرمان بالطريقة دي. دي اسهل طريقة معايا. في طريقة كمان هوريها لكم برضو دلوقتي. بس بعد ما نشوف احنا عملنا ايه في الرمانية دي. خلاص كده، بصوا الوردة، بصوا وردة مفتحة. ما تنسوش تبقوا جايبين بقى يا جماعه حاجه عشان المفرش ما يبقاش منكم. انا كنت جايبه البلانشه الخشب دي بقطع عليها، عشان خاطر انتوا عارفين الرمان بينزل زي ما انتوا شايفين كده برضو. شويه نقط وشويه رمانات، عصير رمان. فعشان خاطر الخشب او البلانشه بتاعكم ما تبقعش، او المفرش تبقوا جايبين اي حاجه كده حاطين عليه الرمان. اعذروني انا النهارده مش مظبطه، بس انا هكمل الفيديو خلاص وامري الى الله. ده رمان رمان يا جماعه، رمان. بص بقى الطريقة التانية. هروح جاية مقشرة الرمانية زي ما انتوا شايفين كده، هروح جاية واخداها بالسكينة ومقشراها كده. نصها كلها زي ما تكون معانا، بس الرمانة دي ما كانتش حلوة قوي زي الرمانة الأولانية. الشهادة لازم نقولها، بس الرمانة دي ما كانتش حلوة قوي. وكانت طرية كده شوية. حتى طعمها ما كانش قوي. الرمانة الأولانية كانت حمرة جدا وكان طعمها تحفة. هنروح جايين بقى، انا رحت جايه مقشراها كده كلها. وهروح جايه واخده الرمان كده من جوه. هو كده بحاله زي ما انتوا شايفين كده. هروح جايه بس شايله منه الورق الابيض ده، منضفاه فيها كده. منضفاه منها. وهروح جايه مفرطه الرمان وحطاه كمان على اخواته. بس كده، هي دي كانت طريقتين النهارده لتنظيف. بصوا، ما انا بقول لكم انا مش مظبطه النهارده، والله تعبانه. اختكم تعبانه. نفرط بقى الرمان كده. في بقى حاجة بعد ما بنفرط الرمان، أنا بصراحة جوزي بيحب شكله كده، بيحب يغرقه كده شوية سكر. وشوية مية ورد. وشوية مية ساقعين. ونسيبهم بقى كده شوية. وكمان لو الرمان بتاعكم لو الرمان بتاعكم مخرطش ولونه ما كانش احمر قوي، وعايزين كده تخلوا اللون بتاعه يبقى حلو. روحوا جايين شويه كركديه، يقولوا لكم كده شويه كركديه. وخدوا الميه بتاعه الكركديه الحمرا دي وحطوها على الرمان. ده سر بقى، ما تقولهوش لحد. عشان خاطر لون الرمان، او الميه بتاعه الرمان بتاعتكم تبقى حمرا جدا وشرار كده، ويقولوا ايه ده الرمان ده لونه عامل كده ليه.
خدوا التركة دي، اغلوا كده شوية كركديه وروحوا جايين حاطينها على الرمان. أنا بالنسبة لي هُم كانوا رمانتين بس، فأنا ما عملتش بصراحة الحركة دي النهارده، كنت عاملاها قبل كده. لكن النهارده ما عملتهاش، رُحت جاية حاطة الرُمّان وحطيت عليه مَيّة وشوية مَيّة ورد، ما باحبش أزوّد عليه المَيّة كتير عشان باحب كده حبّات الرُمّان تبقى زهرة، ما تبقاش عايمة كده في قلب المَيّة. ودي بقى الطريقة اللي أنا قُلت لكم عليها في أول الفيديو، اللي هي نُص الكوباية اللي أنا باقول لكم عليها دي. بُصّوا قلبت لون الرُمّان إزاي، زي ما قُلت لكم أنا دي كنت عاملاها قبل كده، فحبيت برضه إن أنا أقول لكم عليها، ولكن المَرّة بتاعة النهارده يعني ما عملتش بصراحة عشان هُم كانوا رُمّانتين بس. رُحت جاية مغطياها بقى وهاحطها في التلاجة. دي كده بتاعة المرة اللي فاتت، النهارده بقى زي ما أنتم شايفين لونها أصلًا كان محمِر شوية pink كده، فما حطيتش بصراحة كركديه، ما حبيتش إن أنا يعني أوجع دماغي النهارده بمعنى أصح، فحطيت عليها بقى كده زي ما أنتم شايفين باقي المكونات بتاعتنا، السكر حطّوا عليه بقى شوية مَيّة ورد كده حلوين، أنا حطيت الشوية دول ورجعت تاني لمّا اديته لجوزي قال لي: "لأ حطي لي كمان شوية." فرُحت جاية مزوّدة له شوية مَيّة ورد برضه، هو بيحب مَيّة الورد جدًا على الرُّمّان. بس كده قلّبوا بقى كويس جدًا عشان السكر كده يدوب في قلب الرُّمّان، والمَيّة بتاعتنا تسكّر كده وتبقى حلوة، وقدّموه بقى وبألف هنا وشفا عليكم. بُصّوا بقى الرُّمّان محتفظ بنَفْسه إزاي، وزي ما قُلت لكم كمان في الأول حاولوا إن أنتم ما تزوّدوش مَيّة أوي عشان ما يبقاش عايم كده والمَيّة تبقى كتير، أنا باحب بصراحة أقلّل له المَيّة عشان كمان يبقى مُركّز كده، شايفين بقى لون المَيّة يا جماعة، يالّا بقى نصُبّه كده مع بعض. هاتوا بقى كاسات، هاتوا أي اطقم، طلّعوا أي حاجة من النيش، أي حاجة أنتم عاينينها، طلّعوا يا جماعة ما تشيلوش، إحنا مش ضامنين عمرنا، الناس عمّالة تعبانة وناس بتموت، طلّعوا. صُبّوه بقى كده في أي حاجة زي ما قُلت لكم وقدّموه وخلاص على كده. ممكن تحطّوا له بقى إيه، شريحة كده من النعناع الأخضر على الوش كده بحيث إن أنتم تزيّنوا برضه الوش معاكم. بس أنا قدّمته بقى كده وخلاص، كان طعمه مُغري وما كنتش بقى عايزة أستنى ولا قادرة أستنى أصلًا. يا رب وصفة النهارده والتركة اللي أنا قُلت لكم عليها تكون عجبتكم، واستنوني بقى في وصفة جديدة، ويا جماعة حطّوا subscribe كده وفعّلوا زر الجرس الأحمر عشان كل ما أنزّل أي حاجة جديدة أو أي وصفة جديدة ييجي لكم إشعار كده وتشوفوها، وارفعوا الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس please عشان خاطري، أنا معاكم بقى لي قد إيه والدنيا واقعة مش عارفة يعني شجعوني يا جماعة شجعوني عشان أكمّل معاكم.